بيبدأ فيلمنا بمزارعة اسمها كورة بتحرط الأرض بحصان، وواحد اسمه جانر رايح لها يقول لها القرية كلها متجمعة في دار الاجتماعات بيحتفلوا وأهل البلد كلهم بيستنوكي هناك. قالت له هخلص وحصلكم ونلاقي زعيم القرية بيقول لهم خطاب بمناسبة جمعهم للحصاد السنوي للقرية. وفي يوم وهي بتشتغل في الأرض مع صاحبتها يشوفوا سفينة فضائية داخلها عليهم، فتجري تضرب الجرس عشان تحذر أهل القرية. ويسألها زعيم القرية تفتكري عاوزين إيه؟ قالت له كل حاجة. ويعملوا اجتماع للقرية وجانر يناقش زعيم القرية في بيع المحصول ليهم بدل الكوكب اللي متعودين يبيعوا له، يمكن ياخدوا منهم سعر أعلى. والتاني يرفض ويقول له أنا عارف إنك كنت بتبيع الزيادة في المحصول من ورانا للثوار أعداء الكوكب الأم اللي سفينتهم داخلها علينا دول، تخيل لو عرفوا حاجة زي دي رد فعلهم هيكون إزاي؟ فيقول له أنا شايف إننا نقابلهم كويس وما نخافش منهم ونشوف هيعملوا معانا إيه. فتطلع كورة وتقول له اللي يا زي دول ما بيجيش من وراهم خير، الناس دي بتدمر كواكب وبتستعبد ناسها. وتطلب من زعيم القرية يديهم اللي يعوزوه بس ما تقول لهمش أي حاجة عن جودة وخصوبة التربة بتاعت أرضنا. ويدخل عليهم ولد يقول لهم إنهم وصلوا، وتهبط سفنهم الفضائية على الأرض وينزل قائدها الجنرال نوبل اللي بيقابل وبيحضن زعيم القرية ويطلب منه يحكي له عن طبيعة القرية دي. فيطلب منه يروح معاه دار الاجتماعات يشربوا حاجة ويحكي له كل اللي عاوزه. ونلاحظ جندي من جنود الكوكب الأم بيبص لبنت من القرية اللي بتتفادى تبص له، وفي وسط الكلام يقول له أتمنى منك ومن شعبك تقدروا تساعدونا ندور على مجموعة ثوار هربانين. فرد عليه إننا مجرد مزارعين ملناش دعوة بسياسات الكوكب الأم. قال له بس تقدروا تساعدونا، هم قادتهم 2 إخوات، واحد اسمه داريان وأخته ديفرا. وقال له إحنا جيشنا بيواجه صعوبة في التغذية، وطلب منه باقي محصولهم في مقابل 3 أضعاف سعر السوق. فيقول له عرضك مغري بس للأسف محصولنا على قدنا يدوب بيكفينا، فأنا آسف بس هنرفض عرضكم. قال له أرضكم شكلها خصبة وكمان مساحتها كبيرة المفروض تكون بتكفيكم وزيادة. قال له ما هي مساحتها الكبيرة؟ دليل على إنها أرض مش خصبة والشتاء بيدمر جزء كبير من المحصول. ويطلب منه يدخلوا جوا يشربوا حاجة سوا. فيسأل أهل القرية مين فيكم اللي مسؤول عن عملية الحصاد؟ فيرفع إيده جانر ويسأله إزاي الأرض محصولها مش مكفيكم؟ فيقول له بصراحة إن زعيمنا بيخزن محصول احتياطي لينا في حالة حصول مجاعة ولا المحصول يبوظ، بس إحنا محظوظين آخر كم سنة إن فائض المخزون أكتر من إننا نقدر نخزنه، فممكن يكون في فرصة عن جزء منه نسد احتياجاتكم. فيرد عليه الجنرال نوبل إن يبقى عندك مخزون احتياطي ده دليل على حكمة زعيمكم، بس أنا محتار مش أنت لسه قايل إنها مش بتكفيكم؟ فيقول له جانر لا إحنا مش بنحور عليك، زعيمنا متحفظ شوية في مسألة المخزون الاحتياطي وإحنا الاثنين متحمسين بشراكتنا معاكم. فيسأله الجنرال هو مين ده؟ يقول له مش حد مهم، أنا اللي بتكلم بالنيابة عن شعبي، هو ملوش سلطة هنا سيبك منه. فيقول له أنا شايف إن في نوع من العصيان هنا، اسمح لي أوريك إزاي تتعامل مع الأتباع اللي بيتعدوا حدودهم عشان الناس تفتكر إزاي اللي ما عندوش سلطة يتعامل مع اللي يملكها. وياخد سلاحه ويقف قدام جانر وفجأة يضرب زعيم القرية يموته ومراته تحاول تلحقه بس بيقتلوها والناس تترعب من المنظر. ويسأل جانر هستنى منكم المحصول في مدة قد إيه؟ يقول له بعد 9 أسابيع. قالوا هرجع لكم بعد 10 أسابيع ألاقيه المحصول جاهز، وبيطلب منه كمية ما يقدروش عليها. فيقول له بس إحنا كده هنموت من الجوع. قال له مش مشكلتي أنا هاخد كل حاجة. وياخدوا سفنهم الفضائية ويمشوا ويسيبوا شوية جنود بمعداتهم في القرية، وبيكون معاهم الروبوتات بتساعدهم في نقل معداتهم. ونلاقي جندي بيحكي للقائد بتاعه إن الروبوتات ما بقوش بيقاتلوا بأسلحة بعد ما الملك القديم اتقتل، برمجتهم اتغيرت مهما عملت فيهم مش هيحاربوك ولا يأذوك. ويضربه بالنار بس زميله بيوقف في وشه اللي بيقول له لو ما بعدتش هقتلك، بس قائدهم يوقفهم. والروبوت يكون قاعد عند النهر يقابل بنت جميلة يتكلم معاها عن قصة الملك المقتول وبنته، ويقول لها انت بتفكريني بيها. ويقول لها ان جيش الروبوتات كان مهمتهم حماية بنت الملك بس اتقتلت غدر. ويقول لها ما عادش فيه امان، ده حبيشه قتل حنان. فتقول له انا شايفه انك روبوت طيب، وتعمل له عقد من الزهور تلبسه له وتمشي. واهل القرية يتناقشوا هيعملوا ايه بعد ما زعيمهم مات، ويتفقوا انهم يجتهدوا في زراعتهم عشان يقنعوا جنود الكوكب الام باهميتهم. وكورة ما يعجبهاش الكلام وتسيبهم وتمشي، ونلاقيها بتجمع حاجتها عشان تمشي. والعجوز يشوفها ويقول لها انتي بتهربي؟ قالت له اهل بلدك ما يعرفوش الجنود دول زي ما انا اعرفهم، فاكرين انهم هيقدروا يتفاوضوا معاهم ويفضلوا عايشين. فيقول لها انا لما لاقيتك بعد ما السفينة اتحطمت بيكي كنت خايف لا تكوني سبب في مشاكل لينا، بس عمري ما ندمت على كده، وبقيتي واحدة مننا ودلوقتي عاوزة تسيبينا وتهربي واحنا محتاجين ليكي. قالت له احنا ما نقدرش نحاربهم. فرد مش لازم، احنا اكيد في غيرنا بيكرهوا الكوكب الام ومستعدين يحاربوهم زينا. فردت عليه انا خايفة اديكم امل زايف واكون سبب في موت اهل القرية، وسابته ومشت. والجنود يضايقوا البنت اللي بتملي المية فتصوت عشان حد يلحقها ويدافع عنها. جندي
اللي منهم بس يتكاتروا عليه ويضربوه، وتشوفهم كورة اللي بتروح لهم وتقضي على كل الجنود، ويتبقى واحد بس رافع السلاح على البنت والروبوت يشوفهم فيؤمره يقتلهم، فيجيب السلاح من على الأرض بس يقتله هو وينقذ البنت ويرمي السلاح ويجري. وأهل القرية بيحضروا بعد ما الليلة تخلص، وتقول لهم كورة ما عادش قدامنا حل غير إننا نحارب. والعجوز يسألها هتروحي فين ترد؟ تقول له إن فيه كام حد تعرفهم هتدور عليهم ممكن يساعدونا في حربنا. وتسأل جانر على الثوار اللي كان بايع لهم المحصول عاوزاه يوديها ليهم، ويمشوا هما الاثنين. ويسألها جانر ليه بتقولي إنهم هيدمروا كوكبنا؟ فحكت له إن جنود الكوكب الأم لما راحوا لكوكبها قتلوا كل الناس بدون سبب، وكان قائد اسمه بليساريوس اللي لقاها وهي طفلة ورباها كأنها بنته، مع إنه قتل عيلتها كلها ودربها إنها تبقى جندية تبع الكوكب الأم، وكانت مقربة من العيلة الملكية. وإن حبيبها مات في الحرب اللي كانت قائدة فيها وبقت بتدمر العوالم زي ما هم بيعملوا، عشان كده أنا متأكدة إنهم هيدمروا كوكبكم. ويدخلوا بارت تشوف كورة اتنين بيخلصوا صفقة بينهم، واحد تعرفه ويروح لهم، واحد يرخم عليهم ويرفع عليها سلاح فتضربه وتقول له امشي قبل ما أموتك. وتسأل الموجودين لو يعرفوا مكان الجنرال تايتس، فواحد منهم يدلهم على مكانه. فيقول لها جانر كده محتاجين سفينة فضائية توصلنا للمكان ده. ويدخل عليهم اللي لسه ضرباه ومعاه اتنين بسلاح عشان ينتقم منها، ووراها واحد كمان معاهم، فتخلص كورة على اللي معاه، وقبل ما يغفلها ويقتلها يظهر واحد ينقذها ويقتله ويقول لهم أنا سمعتكم بتقولوا محتاجين سفينة فضائية. قالت له أيوة ومحتاجين ناس معانا تحارب الكوكب الأم. قال لها موافق ومعايا سفينة نروح بيها، تعالوا معايا. ويركبوا السفينة ويقول لهم أنا أعرف مزارع عنده واحد ممكن ينفعكم. ويروحوا للمزارع ويقابلوا تاراك اللي شغال حداد عند المزارع لأنه مديون له. فيقولوا له الراجل ده يلزمنا، قال لهم هتراهن معاكم عليه، لو نجح إنه يروض المخلوق اللي برا ده حلال عليكم، تاراك ما نجحش هتشتغلوا عندي معاه ونشوف شكل المخلوق اللي شبه طائر حجمه ضخم وما حدش قادر يسيطر عليه. ويدخل له تاراك ويطلب من الرجالة تسيب حباله، ويخرجوا اللي بيقدر يهديه ويفك الحبال من عليه، وينجح إنه يركب الطائر ويلف حواليه حبل وياخده ويطير بيه ويخبط بيه في الجبال يوقعه من عليه ويطير، بس تاراك بيجري وراه وبينط فوق الطير ويرجع لهم بيه ويسيبه للمزارع ويقول له كده دينك اتسد، ويروح معاهم. والمزارع بيركب الطير اللي بيوقعه على الأرض ويقتله بمخالبه، ويروحوا لوحدها اسمها نيمسيس عشان تنضم ليهم، اللي ست بتستنجد بيها إن بنتها خطفتها مخلوقة شبه العنكبوت اللي بتهجم عليها برجليها، ونيمسيس تقطع رجل منهم والبنت تفلت منها، وجانر يروح لها ينقذها، ونيمسيس تطلع سيفها الحارق الخارق وتعمل حركة عبده موته اللي هيعدي الخط ده هيموت، وتهجم على العنكبوتة تموتها وترجع البنت لأمها. ويروحوا للجنرال تايتس اللي بيلاقوه مشرد في الشارع ونايم على الرصيف، وبياخدوه معاهم وتقنعه إنه يقاتل معاهم ضد الكوكب الأم ويوافق. وبيقبض الجنرال نوبل على واحد عارف مكان الثوار اللي بيدور عليهم، ويقول له إنهم في حماية ملك اسمه ليفيتكا، ويقتله ويقرر يروحوا له. وتسبقهم كورة وتقابل الملك ليفيتكا وتطلب منه تقابل الثوار ويوافق. ويوصل الثوار بقيادة داريان وأخته ديفرا اللي بيطلب منهم جانر وكورة يحاربوا معاهم بجيشهم في مقابل إنهم يدوهم أي كمية يطلبوها من المحصول بتاعهم، بس ديفرا بترفض العرض. وكورة تفكرها إن بسبب بيع جانر للمحصول ليهم كوكبهم بقى متهدد من الكوكب الأم. فيوافق داريان ويروح يتكلم مع جنوده يقول لهم أنا مش هجبر حد إنه يحارب معايا، بس الناس دي محتاجة مساعدتنا وبيننا عدو مشترك. ويقدر يقنعهم بكلامه ويقول لأخته تهرب من الكوكب ده وما تحاربش معاهم عشان احتمال ما يرجعش. وكاي يقول لكورة إنه معاه شوية بضاعة في السفينة، عارف تاجر يبيعهم له ويقدروا يشتروا سلاح يحاربوا به. فتوافق كورة ويروح الجنرال نوبل للملك ليفيتكا ويقول له انت كنت مخبي الثوار عندك طول الوقت ده، اللي بيقول له انهم طلبوا مساعدته وهو ما بيتأخرش على حد، واعمل الخير وارميه في البحر. قال له خيرا تعمل شرا تلقى، وخبطه وحده في دماغه جاب أجله ويدمروا الكوكب. ويوصلوا المكان اللي هيبيعوا فيه صناديق البضاعة، وبيطلب منهم كي ما يبصوش في الصناديق عشان ما حدش يكرهه. ويقابل صاحبه اللي شافته كورة في البار ويتفق معه، وتشوفهم كورة وتحس ان في حاجة غلط، وفجأة نلاقي طيارات الثوار بيتضرب عليها وتتفجر ونعرف انها سفينة الكوكب الأم، وإن كاي باعهم ليهم. وصناديق البضاعة بتطلع روبوتات بتكتفهم، وجانر ينزل على ركبه عشانه طريق مش بتاع مشاكل. وكورة تسأل كاي بعتني بكم يا عشري؟ قال لها 5 في البار. أول ما شفتكم أنا كوكبي اتدمر على إيد الكوكب الأم، وقتها اتعلمت إني أعيش جوا الحيط، وإنتم كل واحد فيكم مطلوب في راسه جايزة تعيشني ملك بقيت عمري. وبيوصل الجنرال نوبل المكان ويقول لهم إيه كل ده، أنا بحلم ولا إيه؟ كل المطلوبين متجمعين سوا والأخطل ده وسطكم بيعمل إيه هنا؟ ويبص له بصة هاني رمزي. ويقول الجنرال لرجالته انقلوهم للسفينة الفضائية عشان نسلمهم للحاكم، وكي يدي مسدس لجانر ويطلب منه يضرب في دماغ كورة لو عاوز يفضل عايش، اللي بيتأسف لكورة. وفجأة
يفكها ويقتل كاي. والعركة ابتدت وكورا تخطف سلاح والمدعكة تشتغل وكله بيقتل في كله وجانر بيحرر نيمسيس اللي بتحرر باقي المحاربين. وسفينة الكوكب الأم بتضرب على سفن الثوار تفجرها، فداريان يجري ينط على السفينة يموت الطيار اللي فيها اللي بيضربه بالنار في بطنه قبل ما يخلص عليه، والسفينة بتسقط على المكان بس كورا بتجري على الجنرال نوبل عشان تقتله وتعمل تاكلينج من تحت السفينة، ولا فالفيردي في كاس السوبر ويهاجموا بعض وتكسر له ذراعه وتغزه بسلاحه وتخبطه وحده في دماغه تقلبه في البحر، ويرجع المحاربين للقرية ونلاقي سفينة فضائية نازلة تاخذ الجنرال نوبل، ونلاقي جماعة بيعالجوه بصدمات كهربية عشان يقابل الحاكم بتاعهم اللي بنكتشف انه بليساريوس ابو كورا بالتبني اللي بيطلب من الجنرال انه يقبض على كورا ويرجعها له عايشة، ونلاقي الجماعة بيعلوا الكهرباء في الصدمات وفجأة بيرجع الجنرال نوبل للحياة تاني.